ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدأنا تنظيفات العيد، كل سنة وانتم طيبين. وعملنا المطبخ، عملنا ضرفة الخزين والحتة اللي عند الحوض وكده. في فيديو نزلته، اللي متفرجش عليه يروح يتفرج. والنهاردة باقي تكملة تنظيفات المطبخ. زي ما انتم شايفين كده، الرخامة كانت مبهدلة خالص. هبدأ بقى بالرخامة والجزء بتاع التوابل وكده، وهنعمله مع بعض. هبدأ بقى احط الحاجة اللي يعني ارجع كل حاجة في مكانها، والحاجة اللي ملهاش لازمة هرميها. اللي عايز يتحط في يعني هشيل كل حاجة في مكانها. اللي عايز يتحط بقى في التلاجة هشيله وكده، وهبتدي ان انا اروق الرخامة كلها. انا بحب الحاجات اللي على الرخامة كلها هغسلها واصبنها يعني وكده، عشان المكان برضه محطوطين في المطبخ والدهون مطرح الاكل وكده، فيعني مش بيت مش بيبقوا نضاف على طول، فلازم تغسليهم. والمجات دي برضو انا مش بستخدمها كلها، فبتبقى مش يعني بغسلها يعني، عشان لو في عليها دهون ولا كده بغسلها باستمرار، عشان ما تبقاش مش نضيفة يعني. قولولي بقى ايه اخباركم، خلصتوا ولا لسه؟ واللي ما بدأتش بقى يلا مستنية ايه؟ آه واشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش، وشجعوني بقى بلايك وكومنتات وكده، ويفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل الوصفات الجديدة والفيديوهات. كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا. بصوا هنا زي ما انتوا شايفين، فضيت المعالق كلها، وهغسل بقى الصفايه بتاعت المعالق دي، والمجات برضو هغسلها. كل ده انا هغسله. بتاعت السكاكين دي خشب، فمينفعش ان انا اغسلها، فبمسحها كده مسحه كويسه، وبحط فيها باقي الحاجه. اهم حاجه وانا بعمل اي حاجه في المطبخ، بجيب بقى الطبق كده فيه حبه ميه وحبه خل وحبه صابون، وببدأ بقى ان انا امسح كل حاجة ان هي ما تحتاجش اللي هي تتغسل. بمسحها بالخلطة دي يعني وكده، فبتنضف معايا جدا الحاجة، ومبحتاجش ان انا اغسلها. وده طقم التوابل. اغلبيته فاضي اصلا، مش بحط فيه حاجات. بستتقله يعني يعني بستخف البطرمانات التانية، مبيبقاش فيه حاجة. فبمسحه برضو من بره كده وخلاص. بالفوطة عندي، وحبة برضو مية وحبة صابون، وبيرجع برضو ينور تاني من غير بقى ما اغسله كده. بغسله كل فتره وفتره، بس أنا عشان كنت لسه غسلاه فمحتاجش ان انا اغسله. وهلم بقى كل حاجه، وهروق بقى الدنيا. الحاجه اللي تحتاجه تتفضى في البطرمانات هفضيها وكده. وده الميكروويف برضو، ما مسحته، شلت الطبق وغسلته. الطبق الازاز اللي بيبقى فيه غسلته تحت المية عادي، وهبدأ بقى برضو امسحه امسحه من جوه كده مطرح بقى الردة وكده. انا البطرمانات بتاعتي، ما يعني اول ما واحد مثلا بيفضى، سواء مثلا اي حاجه من التوابل او السكر او الملح وكده بيفضى، بروح غسلاه وبنشفه كويس وبعبيه تاني. يعني مش بحطه كده يعني كله على بعضه، لا، بحب ان انا اغسله الاول واحط فيه الجديد اللي احب افضي فيه حاجه. والبطرمانات بقى همسحها. حطيت برضو حبه ميه وخل وصابون كده، وهبدا بحته امسح كل البطرمانات مطرح برضو الدهون وكده. شايفين اللي هي الميكرة بتاعت البطرمانات، والحتة دي كانت متبهدلة خالص، كان واقع عليها شطة. كان البطرمان اللي هو اللبني ده مخرم من فوق، فبيقع منه، كان مبهدل لي بصراحة المكان خالص اللي فيه التوابل. فهفضيها بقى واحاول ان انا يعني امسحها كويس. عايزة بقى اشيل الحاجات اللي على الرخامة بتاعت التوابل والحاجات دي كلها، بس مش عارفة بصراحة احطها فين، ما عنديش مكان خالص ان انا اشيلها فيه. فاقترح عليا كده اماكن ان انا اشيل فيها الحاجه دي، وتبقى برضو قريبه مني عشان بحتاجها. ومضايقالي خالص الرخامه فوق، ومش متضايقه من المنظر ده يعني جدا. فين كده خلصت كل مسح البطرمانات، ومسحت المجرى بتاعه التوابل. وهبدا بقى ان انا ارص فيها البطرمانات. شايفين البطرمانات بتلمع ازاي؟ عشان انا مش بستنى ان هي تبقى مش نضيفه خالص، لا، انا بغسلها على طول. كل ما الحاجه بتفضى منها بروح غسلاها.
الرخامة بقى كده فضيت عليها من كل حاجة، وحطيت عليها ستريس ودعكته كده بالبتاع بالليفة بتاعت المواعين، وخليته بقى ايه شوية على الرخامة. وبعد كده رحت مسحته، بينضف اي حاجة من الرخامة بصراحة. وممكن تستبدلي يعني الحاجة دي بالكلور بينضف برضو وبيلمع وكده. بس زي ما انتوا شايفين بصوا بتلمع ازاي وبتنور كده. انا نضفت الرخامة كمان عشان هبدأ بقى احط عليها باقي الحاجة بقى اللي انا نضفتها. هرص عليها الحاجة تاني. حطيت الميكرويف وبس كده يعتبر عندي المطبخ خلص. وعملت برضو نضفت البوتاجاز برضو تنظيفة عميقة كده، غسلت الحوامل وغسلت البوتاجاز نفسه. بس بصراحة كنت مستعجلة وما صورتوش وكده عشان التصوير بياخد مني وقت كبير قوي وساعات بيعطلني، فحاولت ان انا انجز بسرعة وكده ما صورتش البوتاجاز. وكنت ان انا محتاجة فعلا ان انا انجز واخلص بسرعة. فان شاء الله هعمل لكم مرة كده فيديو بالبوتاجاز بس تشوفوا انا بنضفه ازاي. وكنت بعمل اكل وكده برضو فاحتجت ان انا اخلص بسرعة، ف تعوض مرة تانية ان شاء الله. بصوا هنا حطيت المناديل، كانت بكرة المناديل عندي خلصت فحطيتها. وده كده بقى بعد ما رصيت الرخامة، بس الفيديو جاي بالشقلوب مش عارفة ليه. فهنا بعد ما صورت كده بعد ما رصيت كل حاجة. وده برضو شكل البوتاجاز بعد ما نضفته. بصوا الاستانلس بيلمع ازاي. انا منزله فيديو برضو يعني طريقه تلميع البوتاجاز كده بيبقى بيلمع قوي. وده كان اكل النهارده برضو، عملته بعد ما خلصت تنظيف المطبخ. بس طبعا عملته قبل ما اعمل البوتاجاز عشان ما ازعلش انا في الاخر. بس وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واستنوا بقى باقي فيديوهاتي ان شاء الله.